لحقوق الإنسان نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون سمرة بشراكة مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ورشة تدريبية في مجال حقوق الإنسان. هذه الورشة المنظمة على مدى 4 أيام تستهدف المنظمات غير الحكومية والفاعلين المحليين وقطاعات حكومية. روبورتاج الحسن هبان ويوسف ويشو. تحرص ماتو أستاذة التعليم الثانوي على المشاركة في هذه الدورة التدريبية في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وأهمها أن تنقل تجربتها وثقافتها في هذا المجال لمن تعكف على تعليمهم بشكل يومي. بصفة رجال التعليم أنهم دائما في علاقة مع الشباب، فئة الشباب، ومع هذا هم في أمس الحاجة بأنهم يكونوا حتى هم يتكونوا على حقوق الإنسان باش يمكن لها. وكنسعاو دائما هنايا كاين هادو رجال التعليم بأن بغينا نحققوا أننا ندخلوا هذه التربية على حقوق الإنسان في مناهج ديال التعليم ديالنا. دور الحاضرين والمشاركين أكيد سوف ينقلون معارفهم إلى المجتمع الذين هم ينشطون فيه سواء مهنيا أو اجتماعيا. هذه الدورة يشارك فيها حوالي 40 مشاركا، وتعقد بشراكة مع معهد جنيف لحقوق الإنسان بغية ترسيخ هذه الثقافة في إدراك شريحة مهمة من سكنة المنطقة. تكون في إطار سلسلة من الدورات التدريبية اللي نحاولوا من خلالها إنتاج فئة اللي تكون قادرة حتى هي على التدريب وعلى تمكين الإخوة والأخوات داخل كل الأوساط من إشاعة وتملك ثقافة حقوق الإنسان. تتناول الدورة في بعض ورشاتها دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، وكذلك الآليات الوطنية فيما يختص بالتشريع والقضاء في حماية حقوق الإنسان كذلك. هذه الدورة التدريبية ستتواصل إلى غاية يوم الجمعة المقبل لزيادة رصيد المعرفة بحقوق الإنسان وآلية حمايتها داخل المجتمع.